السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هوبة من قناة تستي فود هوبة. هنعمل مع بعض أحلى الوصفات بكل تكات المطبخ المصري، يا رب تعجبكم إن شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض الجلاش بحشوة حلوة جدا واقتصادية، وبجد نتيجتها بتكون حلوة جدا كأن بالظبط بناكل بيتزا. هنحاول ان احنا نختصر شوية في المكونات بتاعتنا، وتطلع برضو نتيجتها حلوة وطعمها حلو جدا. شايفين شكله حلو ازاي، وبمكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندنا في البيت. بأبسط المكونات ممكن نطلع بنتيجة حلوة جدا من الجلاش. ممكن يكون وجبة رئيسية نقدم معاها بطاطس محمرة وبألف هنا. يلا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة عندي الخضروات بتاعتي، طبعا انا غسلها كويس جدا. هنستخدم طماطم وفلفل رومي وفلفل الوان. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس. هنقطع الخضروات بتاعتنا لمكعبات صغيرة بالشكل ده كده. نبدأ نقطع الطماطم بالشكل ده، والخضروات بتاعتي طبعا ممكن تقدروا تضيفوا اي نوع من الخضروات انتوا تحبوه. ممكن بقى تنوعوا في الخضار. ممكن تضيفوا فلفل حامي لو حابينه سبايسي، وتقطعوه برضو لقطع صغيرة بنفس الطريقة بالظبط. انا هكمل بقية الخضروات بنفس نفس التقطيعة بالشكل ده. قطعناهم كده الخضروات بتاعتي بالشكل ده. وكان عندي حتة بسطرمة صغيرة في الفريزر، طلعتها قلت ممكن اضيفها. ممكن تستبدلوها بلحمة مفرومة او قطع فراخ صغيرة تكون باقية عندكم في الفريزر، او اي حاجة، او ممكن نستغنى عنها خالص ونكتفي بالخضروات وميكس الجبن. عايزة اقول لكم ميكس الجبن ده انا جايباه من السوبر ماركت مبشور بالشكل ده. كان حوالي 8 كيلو ب10 جنيه، يعني مش غالي. ممكن تسألوا عليه في اي سوبر ماركت قريب منكم وان شاء الله تلاقوه بسعر حلو جدا. هنحط طبعا نص كمية الجلاش من تحت، بعدين نبدأ نضيف الحشوة بتاعتنا. ممكن نضيف السمنة بين كل طبقتين 3، مش شرط بين كل طبقة لوحدها. ونبدأ ننزل بالخضروات بتاعتنا في النص بالشكل ده. ممكن تنوعوا في الخضروات زي ما اتفقنا مع بعض، بس كتروا الحشوة عشان تكون الحشوة جميلة كده من جوه. وهنزل بميكس الجبن ده، رومي مبشور وشيدر مبشورين مع بعض. هما بيتباعوا جاهزين كده في السوبر ماركت، ممكن تسألوا عليهم هتلاقوهم بسعر حلو قوي. وهضيف قطع بسطرمة كده بسيطة قوي تنكه معانا الجلاش بتاعي بالشكل ده بس. وننزل بالطبقة التانية نبدأ نضيفها ونوزع السمنة في النص ما بين الرقات. واهم حاجة تكون طبقة السمنة اللي على الوش هي تكون كويسة علشان الوش بتاعنا ما ينشفش مننا. ونبدأ نقطعه بالشكل ده. طبعا الجلاش بنقطعه قبل ما ندخله الفرن. قطعوا التقطيع اللي تعجبكم بأي مقاس تحبوه على حسب عدد أفراد الأسرة. وزي ما قلت لكم ممكن نقدمه ده وجبة رئيسية مع شوية بطاطس محمرة وطبق سلطة كده حلو وبألف هنا. هننزل ببضاية، معلش لازم البضاية، وعليها رشة الملح والفلفل الأسود والحليب. طبعا ممكن نستغنى عن البيضة ونسقيه بحليب أو بشوربة، بس أنا بصراحة بحب خطوة البيضة باللبن. بحس هو جلاش لازم البضاية ديت بس. ونعمل لها ميكس كويس جدا بالشكل ده. ونبدأ نضيفها على الجلاش بتاعنا قبل ما ندخله الفرن بالشكل ده كده بس. وندخله الفرن على الرف اللي في النص ونسيبه لغاية ما يستوي ويطلع معانا باللون ذهبي كده جميل وبألف هنا. طبعا احنا مقطعينه بس نمشي كده على التقطيعة تاني بتاعته. نقطعها كده كويس بس وتقدموه بالشكل ده. ايه رأيكم؟ يا رب تكون عجبتكم الوصفة بتاعتنا النهاردة. جربوها وانا متأكدة ان هي هتعجبكم. ويا رب تكون عجبتكم الوصفة، وان شاء الله استنوني في وصفات تانية كتيرة نعملها مع بعض تكون ان شاء الله سهلة وبسيطة. ونحاول نعمل وصفات اقتصادية مع بعض لغاية ما نعدي الأزمة دي على خير ان شاء الله. ويا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. استنوني في وصفات كتيرة ان شاء الله نعملها مع بعض.
شكرا جدا ليكم لحسن متابعتكم ليا. سلام عليكم.